السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى إن شاء الله تكونوا كامل بخير وعلى خير وبصحة جيدة إن شاء الله. اليوم جيت بهذه الفيديو المتنوعة اللي فيها شوية تاع نشاط، فيها كيفاش الثوم تخبيه العولة، كيفاش تاني ودرت كيفية تاع البراوني بطريقة سهلة وبسيطة. هنا بديت نمسح في الغبرة تاع لا شامبر هكذا باش نعطي لكم شويه تحفيز اللي كانت عيانه ولا فشلانه ولا نعطي لها شويه طاقه ايجابيه وتحفيز باش تنوض تتحرك. هنا بديت نمسح في الغبره ونرجع كل شيء بلاصتو، يعني ماشي نيتواياج عفا، شويه شويه منين داك هكذا نوضو نشطارو شويه. من بعد ما مسحت الغبرة وخملت وفرشت الفرش وكامل جوزت نشاف هكذا خفيف، رحت للصالون تاني نمسح بالطابلة، في الطابلة هذه تاع سجاج بالبرودوي تاع السجاج. كملت كامل الدنيا. من بعد رحت لهاد البقرات شطبتو تاع نحاس كحال. قلت شريت واحد البرودوي هكذا تاع نحاس حبيت نسيه. فينالمون صح عجبني باسكو البقراج هذا ولا يشعل. حكيته شويه بهذا لو برودوي مليح مليح بشيفونه نقيه، جوزت هذاك البرودوي كامل عليه. من بعد شللته زدت مسحته بشيفونه نقيه. هاولي كيفاش ولا يبرق ولا هايل، كان كامل كحالي ما صبتش كيفاش نديرلو. فينالمون صبت هذا البرودوي وسيتو عجبني. هاوليك رجعوا يشعل البقراج هذا تاع لاتاي ولا هايل. بصح من الاحسن واحد يشري البقراج فضي. هذا النحاس الذهبي هذا شويه صعيب بالخف يكحلك. هنا وعاودت وليت للصالون، بديت نفض في الصالون شويه شويه هكذا. كانت الدنيا نقيه غير نجوز برك. سقمت هادو المخايد تاع الصالون، نقيت الدنيا يا كيما يقول لك لمتن يا لو كان نقالو كان يبقى. كملت التخمال كامل تاع الدنيا وفرشت، وهاي لي كيفاش الدنيا تنقات ولا مفحفحه. الله الله. بديت ندير في هاد الديزودوريزون هذا اللي يخدموه بعض الحرفيات هذوك اللي يخدموه باليد، تصيبيهم باختو يديروا لي زيكسبوزيسيون تاعهم ولا غير ما شاء الله الريحه شابه. من بعد جيت هنا للصالون جبت هذه البخاره هذه اللي ريحه هايله تمد، يبان النقاء كي تعاودي تنقي الدنيا وديري هذا البخور هذا اللي ما شاء الله عليه. الريحه شابه وتحسي باللي الدنيا تنقات لك. ونروحوا مباشره مور لي كملت قاعد تخمال ونقيت الدنيا. جيت باش ندير هذا الثوم بعد ما نقيته وغسلته خليته ينشف ليله كامله، ينشف ولا نهار كامل وديريه العشيه. هاولي كيفاش نشف كميه كبيره نقيتها وبديت نرحي فيها في الغوبو. هذا الثوم نرحي فيه في الغوبو. شوفوا كيفاش هاوليك ترحيه يجيك ساهل، ومن بعد باش طيبي يجيك ساهل ويطول مده طويله ما يخسرلكش. درت كميه ملح وعلى حسب الذوق ما تكثريش بزاف. وبديت نرحي فيه، رحيته كامل ونديرو فيه بلارات هكذا. شوفوا تجي طيبي تصيبي ساهل سورتو للعاملات، خاصة للعاملات يجيهم بزاف ساهل للطياب واللي ما عندهاش الوقت وكامل. هاولي كيفاش رحيته وفرغته في هذو البلارات تكون محكمة الإغلاق. فرغت كامل هذا الثوم. من بعد سويته مليح مليح من الفوق ونضيف له كمية تاع زيت تحبي زيت الزيتون ولا زيت عادي. انا درت زيت عاديه خاطر من بعد الطيبي سا ديبون، كاين دي بلا مي لازم لهمش زيت الزيتون.
وغلقتها مليح مليح كيما تشوفوا هاد البلارات، وحطيتهم في الفريجيدير، ما تسحقش الكونجيلاتور. من بعد تشوفوا بعد مده هكذا يتبدل لونه، يولي صفر يعني حامق. من بعد يولي بني، بصح ما تخافيش باسكو البنه تاعو تقعد هي. هذه الطريقه اللي صبتها سهله. كي نجي نطيب نصيب الثوم هكذا مرحي واجد، ما تعجزيش باش طيبي حاجه اللي فيها الثوم، وتحتفظي به مده طويله، مده عام ما يصرالو والو، طيبي به ما خصو والو. ونروحوا من بعد درت هذا البراوني. انايا نديرو مخلط، درت خليط شوكولا نواغ وشوكولا اولي. تحبي ديري غير نواغ، نكتر نواغ باسكو بتكسر هذيك الحلاوه. 3 حبات بيض، كاس غير ربع سكر، و200 غرام تاع زبده، 2 مغارف كبار معمرين تاع كاكاو بني يكون مليح، و40 غرام تاع فارينه، قرصه تاع ملح، ومغرفه صغيره تاع لافاني. هاد البراوني بزاف بنين وسهل التحضير. هنا درت اوبا ماري يعني حمام مريم، حطيت هذيك الشوكولا تاعي مع الزبده كيف وخليتهم حتى يذوبوا. وانا استعملت زبده حيوانيه، ولا تحبي ديري مارغرين ديري، هي زبده الحيوانيات متبنه غير. حطيت السكر مع البيض، السكر درت بني، تحبي ديري سكر ابيض ديري. سكر البني اللي متبنه غير عاديه، نضيف بالحبه ونخلط حتى تدخل كامل هذاك البيض داخل السكر. واني درت الفرن على درجه حراره 180 وخليته يسخن. درت القرصه تاع الملح، لافاني، ونخلط المقادير مليح مليح. بعد ما ذابت الزبده والشوكولا خليتها بردت غير شويه، برد تدفى برك، وحطيتها في البيض باش البيض تاعك ما يطيبش. خلط مليح مليح، وغربلت هنا الفارينه، هذيك 40 غرام تاع فارينه، والكاكاو 2 مغارف كبار ماشي معمرين. كاكاو شفت فيه لي غريمو، لازم يتغربل كلش باش تجيك البراوني تجي خفيف. تخلطي مليح مليح غير بالمضرب اليدوي. شوفوا كيفاش يجي الخليط، يجي لازج الشغل. شوفوا وتخلطيه مليح مليح. شوفوا راني نكمل بلا سباتول باش الفارينه ولا ما تقعدش. درت بابي كويسان ورق الطهي في هذا المول. هذا المول جاب لي ربي 20 على 20 ولا هكذاك، ومليحه كي تجي عاليه. فرغت كامل في هذا المول اللي كان فيه ورق الطهي. ومن بعد عندي هنايا شويه جوز مكسرات، شويه هاد شوكولا، هادي فيريرو روشي، واش عندك الحصول ديري من الفوق هكذا، شويه تاع شوكولا، شويه كيت كات ولا واش عندك، زوقي زيد بنه وطراوه لهاد الحلوه تجيب. البغاوني هذا يجي ما شاء الله، وكي يكون عالي يجي بزاف بنين ورائع. عمرته هكذا انتي ديري واش حبيتي بالمكسرات هادو كامل وشوكولا، ودخلته للفرن يطيب على درجة 180 مدة هكذاك نص ساعة. شوفي باللي نشف من الفوق، كي تحطي يدك من الفوق تصيبي نشف، خرجيه هكذا كيما راكي تشوفي. خرجته خليته تخليه يبرد شويه، من بعد تقطعيه، خاطر كي يكون سخون يكون الشوكولا تكون مازال ما جمدتش. قطعتهم هكذا انايا ديكاغي كبار. شوفوا كيفاش جات الحبه، جات ما شاء الله، وبالنار روعه، ويشد مده طويله يعني ما يخسرش، وجا رائع. هاي اللي كيفاش جا. شوفوا سيت دخت قدامكم، ونتمنى هذه الكيفيه عجبتكم وتعملوها تنجحوا فيها. والى اللقاء، مع السلامه.